سلام الله عليكم. أجمل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال الله في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الشاهد من الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أعلم بك من نفسك. أنت تستطيع أن تخدع فلان، تستطيع أن تخدع زوجتك، تستطيع أن تخدعي زوجك، تستطيع أن تخدع أمك، أن تخدع أباك، أن تنافق الناس، أن تظهر للناس الجميل وتخفي عنهم الأشياء التي ليست جميلة. تستطيع أن تنافق الناس وتظهر لهم الإحسان وتظهر لهم الكرم وأنت بخيل. تستطيع أن تظهر لهم الأخلاق الحسنة وأنت أخلاقك سيئة، لكن ما تستطيع أن تعمل هذا الشيء مع رب العالمين، لأن الله يقول: ونعلم ما توسوس به نفسك. أي شيء يدور في خاطرك قبل أن يدور في خاطرك يصل إلى الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى. لهذا لا طريق لك إلا أن تكون صادقا مع الله. لا خلاص لك إلا أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. لن ينجيك من الكرب والهم والغم والحزن إلا أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. نعم، الصدق مع النفس ينجيك، فما بالك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يكون صادقا مع نفسه وعندما يكون صادقا مع الناس يرتاح. فكيف إذا كان صادقا مع رب العباد؟ كيف إذا كان صادقا مع رب الناس؟ يكون الله سبحانه وتعالى يمنحك البركة ويمنحك